والشرطة في مدينة الحسيمة شمال المغرب، والتي تشكل مركز احتجاجات شعبية تهز منذ 7 أشهر منطقة الريف. واجه عشرات الشبان بالحجارة قوات مكافحة الشغب التي ردت مستخدمة الغازات المسيلة للدموع في أزقة حي سيدي عابد. ككل ليلة منذ 12 يوما بعد الإفطار في حي سيدي عابد في الحسيمة، خرج المئات من أنصار الحراك الاحتجاجي متظاهرين في أزقة الحي ومطالبين بإطلاق زعيم الحراك ناصر الزفزافي الموقوف منذ أسبوع. المتظاهرون تجمعوا وسط انتشار كثيف لعناصر شرطة مكافحة الشغب، مرددين هتافاتهم المعتادة: كرامة، حرية، عدالة اجتماعية، والحرية للمعتقلين. من جهتها تمركزت قوات مكافحة الشغب عند كل نقطة دخول إلى الحي، وقامت بصد المتظاهرين وإجبارهم على العودة إلى إحدى الساحات، ما دفع العديد منهم إلى البدء في رشقها بالحجارة، فردت مستخدمة الغازات المسيلة للدموع ونفذت اعتقالات عدة. لكن المتظاهرين توعدوا بالعودة إلى التظاهر بعد الإفطار مرة أخرى. وأوقف الزفزافي الذي يقود منذ تشرين الأول أكتوبر 2016 الاحتجاج الشعبي في منطقة الريف مطلع الأسبوع الماضي بتهمة المساس بسلامة الدولة الداخلية، وذلك بعد أن كان قد تحول إلى رمز للتحركات الشعبية التي تسمى بالحراك. مدينة الحسيمة شمال البلاد تشهد منذ 7 أشهر حركة احتجاجية تطالب بالتنمية في الريف الذي يعتبره المحتجون مهمشا، خاصة بعد مقتل بائع السمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة نفايات.